يحيى عطية الله في القائمة الثانية بالراس. جول 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 جول. بعد الفوز التاريخي لمنتخب أسود الأطلس المنتخب المغربي على منتخب البرتغال بقيادة الدون كريستيانو رونالدو وخروجه باكيا من الملعب، تطلع كتير من التحليلات الفنية والرياضية حول مصير المنتخب المغربي بما تبقى من مباريات كأس العالم. ولكن بعيدا عن كل التحليلات، جبنا لكم توقع لميشيل نوستراداموس، حيث ذكر بكتابه على طريقة شعر رباعي ما سوف يحدث لفرنسا. وعند تحليلنا للكتاب بيّن انه هيدا التوقع كأنه عم يحكي مجريات كأس العالم ودرب الغضب يلي رح يجمع منتخب فرنسا بمواجهة منتخب المغرب. فتابع الحلقة الأخير حتى تعرف توقعات ميشيل نوستراداموس حول مصير منتخب المغربي. إذا بعدك محضور التوقعات المنجمين حول موضوع منتخب المغرب، رح أترك لكم جميع التوقعات بصندوق الوصف. معكم سامر جوني من قناة المتنبي. ضوي زر لايك واشترك بالقناة ودعمني حتى استمر بصناعة المحتوى. خلينا نبلش الموضوع. نوستراداموس أو ميشيل دي نوستراداموس ولد في ديسمبر من عام 1503 وتوفى سنة 1566. هو صيدلاني ومنجم فرنسي، منشر مجموعة من نبوءاته في كتاب النبوءات، حيث أصدر هذا الكتاب في عام 1555 وصار منتشر في جميع أنحاء العالم وترجم إلى كل اللغات ومنها العربية. وتوقع نوستراداموس بطريقة شعر رباعي توقعات كثيرة تمتد إلى زمانه إلى حد العام 3797، وصدقت كثير من توقعاته ومن ضمنها فيروس كورونا وتسونامي اليابان والحرب العالمية الأولى والثانية والكثير من الأمور. ومن بينها كان عنده توقعات بكتابه عن فرنسا. ومن ضمن هيدي التوقعات في صفحة رقم 506 لقينا توقع بيقول أن النجمة الفرنسية سوف تكون حزينة وسوف تمر ليلة على باريس يكون فيها السواد دامس، والنجمة المتألقة سوف تكون في كبد السماء لونه أحمر ومشعة. وبحسب تفسير المحللين فبقولوا أن نوستراداموس كان قاصد أنه فرنسا سوف يمر عليها ليلة سوداء، أي هناك حدث عالمي سوف يحزن الفرنسيين. ويقصد بالنجمة الموجودة في كبد السماء أي مرتفعة في أعلى سماء فرنسا وباريس، وستكون متألقة ولونها حمراء. وإذا بنرجع للتفسير فبيبين معنا أنه علم المغربي هو لونه أحمر ويرمز إلى النجمة. وفي مواجهة بكأس العالم رح تجمع المنتخب الفرنسي بمواجهة منتخب المغربي. وبحسب التفسيرات فيمكن أن يقصد نوستراداموس هيدا التوقع بأنه المغرب سوف ينتصر على فرنسا. وفعليا إذا بتخسر فرنسا فأكيد باريس وفرنسا كلها سوف تكون حزينة، والنجمة المغربية سوف تكون متألقة إلى سماء العالمية. أعطينا رأيك بخانة التعليقات. هل فعلا بتشوف أنه نوستراداموس رح يصدق بتوقعاته أو مجرد تخمينات مش أكتر؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. وإذا بعدك محضور جميع توقعات المنجمين حول موضوع المنتخب المغربي رح أترك لكم جميع التوقعات بصندوق الوصف. ما تنسى تشترك بالقناة تدعمني حتى أستمر بصناعة المحتوى. هذا كان كل شيء، بشوفكم حلقة الجاية.